السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. خلينا بس نقول كلمتين كده في المشهد السيء اللي شفناه النهارده في مباراة الأهلي والهلال السوداني. ويعني مش عارف أوصف بإيه، يعني هو فين الشراسة الهجومية؟ أنا مش شايف أي شراسة هجومية. خطة لعب غريبة جدا، تشكيلة أغرب من الغرائب. مش فاهم ليه أكرم توفيق نازل، يعني ليه أكرم توفيق نازل؟ ليه ملعبش بإمام عاشور وقفشة الاتنين؟ مش فاهم، أنا عايز أكسب، منزل أكرم توفيق ليه؟ مش فاهم. يعني أنا مش فاهم. يعني احنا امبارح لما اتكلمنا في الفيديو قلنا إن أخطر حاجة على الأهلي هو كولر نفسه. يعني أخطر حاجة على كولر هو كولر نفسه، مش حد تاني، مش اللعيبة، مش أرضية الملعب، مش الفريق المنافس، لا خالص، هو كولر نفسه هو أخطر حاجة على الفرقة. فلما أبقى بلاعب فرقة زي الهلال السوداني، فرقة بدون أنياب هجومية أساسا، فرقة مش خطر، فرقة هي متكتلة دفاعيا، وقلنا إن يعني المفروض إن حضرتك كمدرب كبير معاك محلل أداء ومعاك جهاز معاون ومعاك وكل الناس دي، فعارف إن الحارس بتاعهم حارس ضعيف، والتسديدة الوحيدة اللي اتشاطت عليه دخلت في جون. يعني التسديدة الوحيدة القوية الدقيقة اللي اتشاطت دخلت جون. طيب وانت عارف ان هما متكتلين، طب انا ليه ما بشوطش من بره المنطقه؟ طب ليه اصلا ما نزلتش لعيبه تشوط من بره المنطقه؟ ليه عمرو السوليه ما نزلش بين الشوطين؟ هو ليه اصلا لما انا اكون كسبان 1-0 وعايز اجيب التاني والتالت والرابع، المفروض ان انا بغير تغييرات هجوميه؟ يعني مثلا بغير من بدري من اول الشوط، وبغير تغييرات هجوميه لناس تحدث الفارق. طيب افهم من ايه خروج وسام ابو علي وانت عايز تجيب جون وتنزل عمر كمال؟ يعني افهمها بايه؟ عمر كمال ده اصلا نازل يعمل ايه؟ عمر كمال ده اساسا لعيب باك يمين، باك رايت. طيب نازل يعمل ايه؟ نازل يلعب جناح؟ طب ما انا عندي حسين الشحات بره. طب كان يعني انا مش فاهم. طب ليه عمرو السوليه او قفشه ما نزلش مكان اكرم توفيق؟ ما هما الاثنين بيشوطوا من بره المنطقه ولاعيبه عندها رؤيه وكلام من ده. اكرم توفيق بيحسسني ان هو محمد ابو سويلم في فيلم الارض. يعني اكرم توفيق ما بيعملش حاجه خالص غير ان هو بيدخل يعمل التحامات بس. دور على كام خطأ على النادي الاهلي طول المباراه هتلاقي اكرم توفيق له 90% منهم. وهتقولي بقى لعيب بيلعب بروح والكلام ده كله، لعيب بيلعب بروح ولكن ما بيضيفليش، هو مجهود على الفاضي، مجهود في الاتجاه الغلط. الحاجه التانية عمر كمال ده طب نزل يعمل ايه؟ نزل بيلعب في مركز غير مركزه. هو انا ما عنديش اجنحه بره؟ طب ما كنت نزلت حسين الشحات. اي نعم هو زي النيله، وده برضو يعني اداء حسين الشحات متراجع، وده برضو يتحمله كولر نفسه لان هو ما بيطورش من اداء اللعيبه ولا بيقول لهم ايه الغلطات، لكن كنت انزله. فاجي بعدها اسحب بن شرقي وانزل حسين الشحات، انا كده عملت ايه؟ يعني عامل زي اللي بيرش البحر. عملت ايه بقى؟ انا عايز اهاجم، عايز اجيب جول، فطلع مهاجمين، 2 مهاجمين، وانزل مكانهم واحد باك وواحد جناح. مش فاهم ليه. النقطه التانية، احنا الدفاع عندنا بيقعد ينقل الكرة ورا كتير قوي. احنا مفتقدين ان كان في لعيب ينزل يستلم الكوره في نص الملعب. دي حته قفشه وعمرو السوليه، وبالاخص قفشه او احمد رضا، ولا واحد منهم نزل لحد الدقيقه 80 وحضرتك ما غيرتش ولا تغييره غير تغييره واحده بس. طلعت وسام ابو علي ونزلت عمر كمال. تغييره غلط في غلط في غلط في غلط. مش فاهم. يعني احنا قاعدين مش فاهمين، الناس كلها قاعده بتتفرج على الماتش محدش فاهم هو بيعمل ايه. وماتش كامل انا لاقي فيه 5 تبديلات بغير فيه تغييرتين، تغييره في الدقيقه حاجه و70 وتغييره في الدقيقه 86. هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه الراجل ده؟ يعني الراجل ده اتجنن ولا في ايه بالظبط؟ هو الاداره ما بتتكلمش مع الراجل ده ليه؟ احنا مالناش فاهمين والله. هنروح نلاعب الهلال هناك على ملعب ترتان وظروف منيله بنيله، وهم اصلا فريق رخم، والتحكيم هيبقى معاهم غير الحكم بتاع النهارده ده، وفي الاخر برضه هيبقى السبب في خروجنا هو كولر. هو احنا كل ما ناخد بطولتين ورا بعض يعني يبقى الاداء كده؟ مش فاهم والله. السلام عليكم.